من الحاجات التانية اللي اتكلمت عنها برضو فكرة انه لو البيئة اللي انا فيها مش مساعداني اطلع منها، طب انت هنا العلاقات بيبقى شكلها ايه بعد كده؟ يعني الصحاب اللي هم القدام والجامعة والعشرة فبتلاقي نفسك بتبعد. هي يمكن مقولات كنا بنقولها زمان وبننتقدها او بنشوفها سلبيه، بس هي بقت لازم دلوقتي. يعني كان في مثلا ايه، نقول اللي يصعب عليك يفقرك. هو دلوقتي ما تفكرش فيها في اللي يصعب عليك، اللي هو حد يعني محتاج. فكر في مصلحتك برضه. مصلحتك انت دلوقتي. يعني مثلا اصحابك دول صعبان عليك ان هبقى لوحدي وهبقى مش لاقي اصحاب وهبقى الناس دي مش هتفيدك. محدش هيقعد معاك ولا هيحبك عشان سواد عينيك. الناس طول ما انت ناجح هيجي لك ناس اكتر وهيبقى حواليك ناس اكتر واحسن. فاللي هو انت مش لازم تكون عظيم عشان تبدا، بس لازم تبدا عشان تكون عظيم. وكذلك انت مش لازم يكون حواليك دعم وتشجيع من كل اللي حواليك، بس انت لازم تنجح عشان تلاقي الناس دي بتدعمك. يعني المقولات كتيره في الموضوع ده، يمكن مش عايز المقولات تبقى جوفاء كده او الموضوع ملوش دعوه بالواقع، بس ده واقع. لا ده واقع جدا مفيده. يعني مثلا يقول ايه، الفشل يتيم لكن النجاح ليه 1000 اب. اللي هو انت طول ما انت فاشل محدش حواليك، كله بيتبرى منك او بيبعد عنك. اول ما تنجح تلاقيهم كلهم ده انا اللي كنت بشجعك وانا كنت جنبك وانا فخور بيك. انت كنت فين؟ انت جاي تسقف في الاخر بعد ما نجحت؟ انت كنت فين في رحله النجاح دي كلها؟ فانا لو فضلت مع المجموعه اللي بتشدني لورا، اللي تيجي مثلا واحده تبقى عايزه تتعلم، لا انت هتتعلمي ليه وخليكي في البيت وتخرجي ليه ومش عارف كل الكلام ده، او واحد تعالى اقعد معانا على القهوه، تعالى هنلعب كوره، تعالى مش عارف هنروح نشجع ايه، الحاجات دي كلها. خلي اللي يقول بقى انت اتغيرت خلاص، اتغيرت عادي، واللي يتكلم يتكلم. يعني اقول انا يعني نفسي اتغير. مفيش اي حاجه تخليني ابقى وسط الناس دي طول ما هم بيشدوني لورا. يعني